السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا مع بعض بيف استرجانوف، قطعة لحمة دايبة سهلة، أكلة سريعة ومنجزة وفي نفس الوقت طعمها مختلف وحلوة جدا. أتمنى ان حضراتكم تجربوها. فيها ساعات إضافات بتبقى مكلفة شوية، استغنينا عنها المرة دي بحيث ان هي ما تبقاش مكلفة لينا، وأي حد عايز يعملها يقدر يقوم يعملها على طول. ان شاء الله طريقتها حلوة جدا، طعمها خطير. اتمنى حضراتكم تجربوها زي ما قلت لكم، بس قبل ما تيجوا تجربوها يا ريت تدوسوا لايك للفيديو، تشيروه لو عجبكم، وتشتركوا في القناة. ان شاء الله اكلاتها تعجبكم جدا. تمام كده. اول حاجة يا جماعة عايزين نعملها ان احنا نجيب حتة لحمة تكون سهلة في التسوية، ممكن من وش الفخدة او من اي قطعة تانية الجزار يديها لكم، تكون سهلة في التسوية بتاعتها، سريعة في التسوية بتاعتها. تمام كده. بنقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده برضو علشان تبقى سهلة اكتر معانا، ما تاخدش وقت على النار خالص، تشويحة بتكون استوت. اول حاجة بعملها بتبلها بشوية ملح وحبة فلفل اسود، ما بحطش بعد كده اي بهارات تاني، ملح وفلفل اسود بس. وبعد كده باجي على طاسة سخنة، وتكون يعني لو قابلة للصق مفيش مشكلة، علشان احنا عايزينها تلزق كده وناخد الطعم الحلو بتاعها في الصوص اللي هنعمله ليها. بنزل بيها قطعة قطعة زي ما حضراتكم شايفين، وبشوحها جنبين. يعني كمية اللحمة اللي عندنا بقى تتشوح في قد ايه مش مشكلة بقى، احنا لازم هي التسوية بتاعتها تكون كده. تنزل على حتة سمنة، تكون حتة سمنة حلوة طعمها يكون حلو، او زبدة زي ما حضراتكم عايزين الموجود. بس طبعا السمنة بتديها طعم احلى. تنزلي بيها وهي سخنة قوي كده عشان تاخد صدمة وما تنزلش المية بتاعتها وتنشف. وابتدي بقى قطعة قطعة زي ما حضراتكم شايفين كده اقلبها لحد ما تاخد اللون ده، اللون المكرمل الحلو ده، لون التحميرة الحلوة دي كده. بحس ان هي خلاص هي استوت، لان هي كمان زي ما حضراتكم شايفين هي متقطعة رفيع، وفي نفس الوقت مش بتاخد وقت في التسوية. قطعة اللحمة سهلة في التسوية فسريعة يعني، فزي ما حضراتكم شايفين كده بقلبها من على الطرفين لحد ما تاخد كل اللون الحلو، وبعدين بشيلها وابتدي انزل ببصلايه. ما بنزودش بصل كتير، هي بصلايه كبيره او بصلتين وسط كده. ببتدي بقى اقلبهم في السمنه اللي احنا كنا محمرين فيها. وبزود ان انا بتبل البصلايه، باخد لها حبه فلفل اسود تدي البصل يعني طعم مختلف، وبزود فصين توم. اول ما بقلبهم كده واحس ان الثوم طلع ريحته والبصله دبلت كده وابتدت تاخد لون، بنزل بالمشروم. المشروم انا ما بغسلهوش، انا بمسكه امسحه بقماشه مبلوله، وبعد كده بقطعه وبنزله زي ما حضراتكم شايفين كده. بفضل اقلب فيه لحد ما يدبل خالص وياخد لون مع البصلايه، ويحس البصلايه كرملت قوي. وبعد كده بنزل معلقتين دقيق علشان تدي الصوص اللي احنا هنعملوه قوام يعني، بس ما تزودوهاش قوي علشان ما يبقاش الصوص تقيل قوي. تمام كده. وبعد كده بنزل عندي بكوبايه شوربه، اسفه كوبايه شوربه. لو ما فيش الشوربه متاحه ممكن كوبايه ميه مغليه وبتدوبوا فيها مرقه دجاج مكعب يعني، او مرقه فوريه زي ما حضراتكم عايزين، برضو هتديها طعم كويس. بعد كده ببتدي انزل بكميه اللحمه بقى، وبقى بديها تقليبه شويه، وبعدين بعلبه كريمه خفق وكوبايه لبن رايب. تقدروا تستغنوا عن كريمة الخفق بالقشطة اللي احنا بناخدها من وش اللبن ونبقى شايلينها، تمام ماشي مفيش مشكلة. وكوباية اللبن الرايب بدل السور كريم اللي هما بيحطوه. مش هحط بقى مستردة زي ما الناس بتحط، مش هحط اي حاجة تانية او السور كريم او اي حاجة تكون مكلفة. احنا عايزين نعملها ببدايل بحيث ان احنا برضو ناخد الطعم الحلو بتاعها. وهبتدي بقى بعد كده اوطي النار عليها شوية لحد ما احس ان هي استوت خالص كده، واللحمة دابت واتشربت من الصوص كده بتاعها. هسيبها على نار هادية كده لمدة 5 دقايق بحيث انها تتشرب. لو قطعة اللحمة بتاعتكم حسيتوا ان هي ما استوتش قوي، ممكن في قبل ما تضيفوا الكريمة تزودوا شوربة تاني وتتأكدوا من سواها الاول وبعدين تضيفوا الكريمة. بعد كده عمال ما دي تتشرب هبتدي اعمل الرز. انا جبت رز بسمتي غسلته كويس قوي ونزلته في سمنه او زبده، وابتدي اقلب فيه لحد ما اغلف كل الرز بالسمنه والزبده علشان يطلع مفلفل وحلو معايا. بعد كده هنزل برضو بالشوربه. برضو لو مفيش شوربه يبقى ميه مغليه ومتدوب فيها برضو مكعب مرقه.
الرز البسمتي كل كوباية رز ليها كوباية ونص من الشوربة وكوباية ونص من المية المغلية. وبعد كده لما الناحية التانية بقى تبقبق كده وتبقى احس ان طعمها كده حلو وكلها اتشربت من بعضها، بحط رشة من البقدونس. ممكن تستغنوا عنها بس هي سهلة يعني، وبتديها برضو طعم حلو ونكهة جميلة. بتتقدم وهي مبقبقة خالص كده، طعمها خطير يا جماعة والله، حلوة جدا. وحتة اللحمة بتلاقوها كده دايبة. الرز البسمتي ممكن تستغنوا عنه وتحطوا رز مصري عادي وتعملوه أبيض براحتكم. ممكن تتقدم مع مكرونة، أي نوع مكرونة انتوا بتحبوه، بس ما تبقاش بصلصة يعني، مكرونة بيضة كده بتبقى طعمها خطير. بس طبعا احنا كمصريين بنحب الرز أكتر، فطعمها حلو هيعجبكم. شير بقى للفيديو لو عجبكم.